السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض البسيسة. ايوه، والبسيسة جايه من كلمة البسبوسة، يعني حاجة مرملة كده ومفرولة معانا، هتطلع بنتيجة هايلة بمكون هنقوله مع بعض هيفرق جدا جدا في الطعم عن اي بسيسة ممكن تكونوا جربتوها قبل كده. نقول بسم الله. هنجيب كوبايتين من الدقيق العادي، ونص كوب من الجوز الهند وبيكنج باودر، وكوب من السكر والفانيليا، ومعلقتين من اللبن الباودر، وكوبين من الزبادي، ونص كوب من السمنة، وثلاث بيضات. والمكون الرئيسي حبيبنا بتاعنا اللي هو الدقيق الذرة الاصفر. ايوه، انا اخترت الاصفر علشان هيدي اللون اللي هتشوفوه في اخر الفيديو الرائع بتاعها. جبت البيض مع الفانيليا وابتديت اضرب بالمضرب اليدوي العادي، وحطيت السمنة كانت في درجة حرارة الغرفة. فالسمنة لما تكون كده بالشكل ده في الشتاء، عشان هتكون ماسكة نفسها شوية، لا احنا عايزينها سايحة ولا عايزينها مجمدة، عشان تضرب معانا كويس لحد ما تشيل منها اي كتل بالشكل الجميل ده. نبتدي نحط السكر ونقلب تاني. مش عايزه اقول لكم بتملى ريحه الدنيا في الشتاء دفى وحب وجمال ازاي في المطبخ. طبعا الزبادي هيكتل معانا، مش مشكله، نخفق ونستمر في الخفق لغايه ما نوصل للنتيجه دي. ايوه كده. اللبن البودر نقدر نستغنى عن الخطوه دي وما نحطوش برضو، مفيش مشكله. الجوز الهند، والتركه الجايه دي هي التركه المطلوبه اللي بقول لكم هتفرق جدا جدا عن اي بسيسه عملتوها. روح الجوز الهند من عند اي عطار ونحط حبه صغننين خالص، بيفرق في الطعم خالص، بتخليها في حته تانية. حقيقي حقيقي كانت ماليه البيت ريحه وجمال وطعامه فوق ما تتخيلوا، وكفايه الدفى في الشتاء اللي عملته. ضفت طبعا الدقيق العادي مع البيكنج باودر وذرة الملح والدقيق الذرة. طبعا الدقيق الذرة هتلاحظوا بيتشرب بنسبة كبيرة خالص، بياخد السوائل كلها وبيشفطها، مفيش مشكلة، دي طبيعة الدقيق الذرة. طبعا انا باللبن ما ذكرتوش في المكونات عشان اوريكم ان انا لازم اوصل لقوام معين فيها. ايوه، هو ده القوام المطلوب اللي انا ما حبيتش اقوله غير بعد ما اوريه لكم بنفسي. صبيت الخليط في الدقيق وفي مبطن دقيق ذرة وزيت وورق زبدة، عايزين نستغنى عنه مفيش مشكلة، وفي الفرن يا باشا. طلع الحلويات والجمال والريحة، مش عايزه اقول لكم المطبخ قد ايه كان دافي، وكان مالي المطبخ حلاوة وجمال وريحة في الشتاء والدفى. يا الله على الجمال. طبعا طلعتها من ورق الزبدة ورشيتها بالسيرب. السيرب عبارة عن كوبايتين من السكر وكوب من المية وعصرة ليمونة، وكان دافي، لا كان سخن ولا كان، وكانت هديت طبعا معايا البسيسة اكيد. هنا رشيت في الوش جوز هند، ممكن استغنى عن الخطوة دي بس هي خطوة حلوة وبتدي طعم حلو قوي قوي، تيستي جميل عالي من جوز الهند. قطعتها وقدمتها. بصوا هي رائعة رائعة رائعة، لازم تكون مفرولة معانا يا جماعة. هي النتيجة الصحيحة بتاعتها ان هي تكون مفرولة وجميلة وهشة كده في نفسها. جربوها وادعولي، وما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب.